بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة للطاقمين الإلكترونيين لهاد التغطية ديالهم لهاد المحطة اليوم اللي دارتها المنظمة الشباب في الحقيقة ديال الأصالة والمعاصرة بالتنسيق مع الكتابة الإقليمية ديال الأصالة والمعاصرة وبالتنسيق مع المنظمة الديمقراطية للشغل. بطبيعة الحال الذراع اجتماعي والنقابة اللي عندها شراكة اجتماعية مع الحزب الأصالة والمعاصرة. العنوان ولا الموضوع اللي طريتيناه اليوم واللي تناقشنا فيه كان عنوان ديال قوانين إصلاح قوانين أنظمة التقاعد اللي بطبيعة الحال عارفة نقاش سياسي كبير في الساحة المغربية وعلى المستوى الوطني واللي تناقشنا فيه واللي احنا عبرنا على الموقف ديال المنظمة الديمقراطية للشغل بتنسيق أساسي مركزي وطني جذري مع حزب الأصالة والمعاصرة أننا رافضون وغير مقتنعون بالطريقة اللي تمر بها في البرلمان في مجلس المستشارين بالخصوص، وغير مقتنعون بالثالوث الملعون اللي أكد وبغى السيد رئيس الحكومة الحالي وفي الوقت الميت اللي بقي فيه شهرين من العمل الزمان السياسي أنه باش يفرض على المواطنين باش أنه يدوز هذا المشروع اللي مشروع بطبيعة الحال فيه كما كنقولوا حنايا باللغة الفرنسية travailler plus, cotiser plus et gagner moins. هذا الثالوث الملعون بالنسبة لنا احنا كمنظمة ديمقراطية للشغل مرفوض رفضا باتا، وحنايا كنثمنوا الموقف الأساسي ديال الأخ الأمين العام ديال حزب الأصالة والمعاصرة الأخ إلياس العمري اللي أكد على أنه لا بد من الرجوع، لا بد من الرفض والرجوع إلى هذا الملف في بعد المحطة السياسية المقبلة اللي هي محطة ديال 7 أكتوبر. ولما لا حتى يكون رئيس حزب الأصالة والمعاصرة هو اللي كيترأس السلطة التنفيذية المقبلة، ولا بد من الرجوع لهذا الملف ثم الرجوع إليه والإتيان به إلى المكان الذي يجب أن يناقش فيه، والمكان الذي يجب أن يناقش فيه هو المكان المؤسسة الدستورية اللي هي مؤسسة الحوار الاجتماعي دون تهريب ودون مكائد ودون مؤامرات. تحية طيبة للإخوان ونشكرهم على المتابعة. حزب الأصالة والمعاصرة بالتنسيق مع الكتابة الإقليمية للحزب قلت أفتخر أنه كمنظمة ديمقراطية للشغل كمركزية نقابية لها نقيم هذا الإشكال وهذا المحور اللي كنشوفوه حنا من وجهة نظر المنظمة الديمقراطية للشغل أن ملف التقاعد إخواني أخواتي قطاع التقاعد قطاع مهم جدا وأساسي جدا لكل بلدان الدنيا والعالم. هذا القطاع ديال التقاعد لماذا هو مهم في كل الدول؟ باش نشرحوا ونقوا نظر الناس توعى اشنو كدير الان حاليا راهنا الحكومه الحاليه اللي باقي لها او يمكن ان اقول انها تعيش الوقت الميت. اخواتي اخواني قطاع التقاعد بشكل مبسط باش يعني المفهوم يوصل لكل المهتمين المتتبعين سواء كان موظف او اجير او مجرد مهتم مواطن مغربي. قطاع التقاعد اخواني هو ماشي شي صندوق هذا كنجيو كنحطو فيه الفلوس ويبقى شكل تقني هكا كتجي الدوله كتحط لابار ديالها كيجي الاجير الموظف كيحط لابار ديالو وكذا. لا، حنا في المنظمه الديمقراطيه للشغل كنشوفوا هذا الصندوق انه مستثمر مؤسساتي. هذا الصندوق بالضبط كنهضر على لا سالير لا كاس ماروكان دو، لانه هذا هو المستهدف. المستهدف هو هذا الصندوق من طرف سيد رئيس الحكومه. هذا الصندوق مستهدف
لأنه يقال له فيها أزمة، والأزمة ديال الموسيقى ديال الحكومة، ديال الرئيس الحكومة كيقول فيه مديونية كبيرة. غيسمعوا الرقم ديال شعر الرأس 517 مليار ديال كنبي على المغرب. وهذه مزيان كيعترف بأن المغرب ما كاينش دريد بزاف، ما كاينش توظيف، وبالتالي صبح المغرب أنه بداية الستينات كانوا 11 مزاولين، 11 موظفون هما اللي كيخدموا على تقاعد ديال موظف واحد. يعني 11 مزاولون في كوتيزاسيون الصندوق كيخدموا على متقاعد. مع مرور السيروره الزمنيه اصبحت عندنا اليوم هناك لدينا مزاولون نشطاء موظفون دابين على متقاعد واحد. بالاضافه الى كيكون الحكومه الحاليه تقول انه كاين طلاق بالقيش توظيفات من التوظيفات ديال الموظفين الجدد ما لا يحضروا في الصندوق. ثم قلت لكم ان الحياه يقول انه طلاق. والمهم الثالث يقول ان الصناديق التقاعد المغربيه سخيه جدا، كتعطي للموظف والاجير كتعطيه تقاعد كبير. اذا ما خص الحكومه الحاليه كتقول ما خصناش نعطيو للمتقاعد تقاعد معاش يكون كبير، وبالتالي خصنا نقصدو. من هنا جات الطريقه، ومن هنا جاء التقنيه والمعادله الاصلاح اللي هي حنا منظمه ديال الشغل كنقولوا جاء الثالوث الملعون. ثالوث ملعون شنو هو كيقول؟ travailler plus, cotiser plus, travailler plus et gagner moins. هذا مشروعا يعتمد فقط على الشعارات من قبيل محاربة الرشوة والفساد، ربط المسؤولية بالمحاسبة، والعديد من الشعارات التي رفعت آنذاك. إلا أنه ونحن على مشارف الولاية ولا بد ونحن في هذا الاجتماع أن نشير إلى نقطة مهمة، وهي ما تعرض له المواطن أو المؤسسة التشريعية من هدر للزمن التشريعي. وأقول هذه الكلمة هذا الزمن التشريعي وأنا على علم دقيق بما يجري، على اعتبار أن جميع القوانين المهمة مثل التقاعد، القانون الجنائي، القوانين التنظيمية والتي كانت الحكومة ملزمة بتقديمها بعرضها على البرلمان داخل هذه الولاية، والتي لا زال لم يعرض منها قانون التنظيم المتعلق بالإضرار، قانون التنظيم المتعلق بالدفع بعدم مسؤولية القوانين، قانون التنظيم المتعلق بالأمازيغية، القانون الجنائي رغم أنه ليس قانون تنظيمي ولكنه قانون يمس بالحقوق والحريات، قانون العنف ضد النساء تم تمريره بصفة مرة عليه مرة كثيرة. يعني جميع القوانين التي لها علاقة بالمواطن أو بالحقوق والحريات تم تهذيبها. ويمكن أن نقول لماذا؟ لأن هذه القوانين إما تم إنزالها بطريقة مستعجلة وربما في ساعات متأخرة من الليل، حتى لا يتمكن النواب من مناقشة هذه القوانين مناقشة مستقلة، وفي هذا ضرب لحقوق المواطن وكذلك لحقوق النواب ولحقوق المعارضة. الحكومة وكما تعلمون وكما تعلم الطبقة المتوسطة نعلم، والأستاذ من منظمة الديمقراطية للشغل الكل يعرف أن الطبقة المتوسطة هي صمام الأمان، القلب النابض للمجتمع. الطبقة المتوسطة هي التي تتكلف بمن سيتقاعد، الطبقة المتوسطة هي التي تقود عجلة الاقتصاد في البلاد. ومنذ مجيء الحكومة جميع الإصلاحات التي اتخذت كلها كانت على حساب الطبقة المتوسطة، سواء تعلق الأمر بالتقاعد، سواء تعلق الأمر بالمديونية، سواء
يعني في جميع المجالات إلا واستهدفت الطبقة المتوسطة. وكذلك لاحظنا وبصفة فادحة إضعاف القوى الشرائية للمواطن. المواطن الثري لم يمس، والمواطن الفقير جدا هو دائما، ولكن الطبقة المتوسطة التي كنا نعتمد عليها هي التي تمت التضحية بها في هذا المجال. واستحضر ما قاله السياسي بسمارك، قال أنه يضعف القوي نتيجة تردده المستمر 57 عندهم 60 سنة و6 شهور، اللي عندهم في 58 يمشيو في 61 سنة، اللي عنده 61 سنة و6 شهور اللي مزدادين قبل سنة من بعد سنة 1965، من بعد 62 سنة بالنسبة للزادة في 1960، وفي 62 سنة بالنسبة للمزدادين سنة 1961. هذا قانون اللي رفع، يعني ما تجاوبش نهائيا من النقابة، رفع سن التقاعد، ولو انه قالوا النقابات واش الممرض ولا اللي يشتغل في الازبال ولا بالنسبة لرجل الامن رجل المطافئ واش هذا من 65 سنة ولا بعد يمكن يشتغل. هذا هنا علاش قلت لكم هذا الرهيب هو انه يشتغلوا اكثر يساهموا اكثر وعندهم الاجر عام حتى هو خاص، وثانيا المعاش ديالو نقص، في حين ان هذه الحكومه هذه اللي غادي تخرج في هذا 2016 ما غيتخلصوش، هذا غادي الاجر الاخير اللي اعتمد عليه يخرج به. كاين مساله اخرى اللي صرفوا على هذا مجلس المستشارين يشتغلوا فيه. حنا بدنا نرجع لمجلس النواب في قراءه ثانيه، حنا بعدا في الاصل والمعاصره رفضناه جمله متفصله، لان كنعتقدوا بان خصو يمشي، لان جلاله الملك يمكن يكتب قراءه ثانيه ويتحكم من قراءه ثانيه وتجي حكومه جديده وتحكم قانون مطلق ولا التقارير. لان انا عطيت واحد السيناريو ديال باش نحاولوا نوصلوا غادي نعطيكم السيناريو ديال المهاجر سنه 1000 موظف لهدف 2016، يعني غادي يمشي في هذا 2016 عنده مده العمل ديالو نقولوا اشتغل 40 سنه، وكان نعتبروا كنا 40 سنه، الاجر ديالو كان 4000 درهم في 2015، وكان عنده الاجر في 2016 5000 درهم. غير باش نعطيكم بالنسبه للتقاعد ديالو كان يتحسن هذا، لان كان في 2.5 التقاعد ديالو غادي يكون 100%، يعني ملي غادي يخرج ب 5000 درهم، لانها هذا اللي غادي يخرجوا. اذا الوزير اللي راه هذه الحكومه كامله غادي يستافد من التقاعد ديالو كامل، هذا اللي غادي يهضر في 2016 غادي يخرج بالتقاعد ديالو. تمشيا مع متطلبات العداله الاجتماعيه والمساواه والانصاف بين الاجيال. اما فيما يخص البعد الاقتصادي فحقيقه كما نقول اصلاح التقاعد فهو اصلاح لنظام يقوم على نظام التوسيع. وحينما نقول التقاعد فنحن نتحدث عن اجيال متعاقبه، نتحدث عن الادخار أو الادخار التقاعدي والذي هو مكون أساسي للادخار الوطني. وحقيقة مؤخرا أو في الآونة الأخيرة أبانت نظريات النمو الحديثة وكذلك معظم الاقتصاديين والمفكرين الاقتصاديين المعاصرين على ضرورة تقوية أنظمة التقاعد لعلاقتها الوطيدة بالادخار، وخصوصا وأنه في دول كالمغرب التي هي في طور النمو يجب أن تحسن من نسبة ادخارها اليوم من أجل ترسيخ أو تقوية القدرة الشرائية غدا. لذلك في جميع الدول قد التقطت هذه الإشارة وعملت على إصلاح أنظمة تقاعدها ضمن مقاربة شمولية بإمكانها أن تمدها بالديمومة والاستدامة والتوازن. فحينما نتحدث عن نظام التقاعد في المغرب فهو نظام هش يعرف العديد من الاختلالات، ولنكون موضوعيين فهو ليس ولد اليوم أو ولد هذه الولاية الحكومية، فهو موضوع يمتد لتقريبا 15 سنة أو أكثر. لذلك فسأقوم بتشخيص لأن أولا الاختلالات فهي متعددة لا يمكن أن نتطرق إليها، لذلك سأقوم بتشخيص يتضمن 3 نقاط أساسية. أولا فنظام التقاعد في المغرب يعاني من ضعف نجاعته،
بمعنى أن التغطية الاجتماعية ديال التقاعد بالنسبة للساكنة النشيطة لا يتجاوز أو يتراوح بين 33 و 37%، أي 3 مليون ونص من بين 10 مليون ديال الساكنة النشيطة، في حين أن دول ذات الاقتصاديات الانتقالية كتوصل 60%. أما الدول العضوة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الاقتصادية فهي تتجاوز 80%. أما النقطة الثانية فهي الاختلالات المالية اللي كتعرفها هذه الأنظمة واللي تطرح المشكل ديال الديمومة. المشكل في كاين أساسا في المؤشر الديموغرافي اللي كيعرف الشيء الآخر، أن المساهمين اليوم العدد ديالهم في تناقص أو عدد المتقاعدين في تزايد بوتيرة أسرع بكثير، مما جعلنا ننتقل من مساهم أو 15 مساهم اللي كيدفع المعاش ديال المتقاعد واحد ل3 مساهمين كيدفعوا المعاش المتقاعد واحد. أما النقطة الثالثة فهي أن النظام التقاعد عندنا في المغرب هو نظام غير متجانس، فكل صندوق له نظام خاص، له آليات احتساب ومراجعة المعاش خاصة، له معدل الانخراط والتعويض خاص. لذلك كان من اللازم أن نوحد هذه الأنظمة وفق مقاربة تضمن المبدأ القاعدة الموجودة من أجل تجاوز الاختلالات. ولذلك فالشعب المغربي أو المواطنين الذين صوتوا أو خرجوا من الشارع إبان الحراك 20 فبراير كانوا ينتظرون الكثير من هذه الحكومة خصوصا في ملف التقاعد، نظرا للسياق الاستثنائي اللي جات فيه هذه الحكومة واللي جات بعد دستور جديد يضمن تسوية الأوضاع أو حماية الحقوق ديال الفئات الهشة. جاء في سياق أن هذه الحكومة سعيت على أهداف حركة 20 فبراير وتبنت مطالبها الرئيسة وعلى رأسها العدالة الاجتماعية. وثالث نقطة فالبرنامج الحكومي أو التعاقد بين الحكومة والشعب المغربي اللي لقاها رئيس الحكومة واللي صوت عليه البرلمان واللي قال فيه بأنه سوف يسهر على تحسين الأوضاع الاجتماعية للطبقة المتوسطة والمنخفضة. لذلك فكانت الآمال كبرى تأخذ على هذه الحكومة من أجل أن تحل هذا الملف بمقاربة اجتماعية بامتياز. وبعد ذلك سوف بداية أود أن أعتذر باسم الأستاذ عماد الذي تدرع عن الموضوع بالظروف العائلية واللي كان غيتحدث عن القوانين. لذلك غنحاول نهضر شوية على القوانين اللي جاءت في الحكومة أو الإصلاحات كما هي متعارف عليها دوليا. في إصلاح منظومة التقاعد نوعان، عندنا واحد الإصلاح هو إصلاح مقياسي كيدف على تغيير المؤشرات المقياسيه والمؤشرات الديموغرافيه، مثلا الزياده في سن التقاعد او الزياده في المساهمات او تغيير نسبه المعاشات، والهدف منه هو الزياده في المداخيل ونقص من النفقات. وكاين النظام او الاصلاح الشمولي اللي كيهم انه يكون واحد التغيير هيكلي في النظام باكمله وفق مقاربه شموليه تشمل جميع عناصر ومكونات الحمايه الاجتماعيه. كنهضروا على الحمايه الاجتماعيه، كنهضروا على التعويض على الشغل، كنهضروا على التغطيه الاجتماعيه، كنهضروا على المساعدات الامر الى غير ذلك. ما كنهضروش على منظومه التقاعد فقط. وفي الحقيقة إن عاينا التجارب الدولية المعاصرة فكل الدول مشت في هذا الاتجاه، مشت المقاربة الشمولية لأنها تتسم التوازن التكامل بالوضوح، وأنها بإمكانها أن تقي النظام التقاعد من تقلبات الوضع الاقتصادي. أما فيما يخص الإصلاح الحكومي فهو كما قال الأستاذ بدر فهو إصلاح مقياسي بامتياز لا يندرج ضمن مقاربة شمولية، لأنه يهدف إلى تأجيل
الازمه اللي كاينه في الصندوق المغربي للتقاعد اللي دخل في مرحله العجز واللي بدا كيستنتج الاحتياطات ديالو، رغم ان رئيس الحكومه قال ان عندهم واحد المقاربه شموليه، ولكنني انا اتهم به لان هذه المقاربه لا يمكن ان تكون متلائمه ومنسجمه مع المقاربه